السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد. إزي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. سؤال: هل صيام أيام عشر ذي الحجة واجب فرض علي، لازم أصوم يعني؟ هتعرف الإجابة إن شاء الله بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، تشترك في القناة وتعمل إعجاب للفيديو. يلا نجاوب على السؤال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طبعا الإجابة بالبنط العريض: لا يجب صيام أيام عشر ذي الحجة، لأن صيام أيام عشر ذي الحجة هذا داخل ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها. العمل الصالح يا جماعة يشمل أي عمل، يشمل الصلاة، يشمل الزكاة، يشمل يشمل الكلمة الطيبة، يشمل أيضا الصيام. يبقى يعني الصيام ده عمل صالح من ضمن الأعمال الصالحة التي ينبغي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله في أيام عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام الدنيا. لكن خد بالك من الاستثناء اللي جاي ده. افرض واحد أوجب على نفسه الصيام، يعني إيه؟ أيوه هي دي بقى. يعني واحد نذر، قال: لله علي أن أصوم أيام عشر ذي الحجة مثلا هذا العام، أو لله علي إن نجى الله ابني مثلا من الثانوية العامة، أو نجحه يعني، أو أصوم عشر ذي الحجة السنة الجاية، أو لله علي أن شفى الله مريضي فلان هصوم عشر ذي الحجة السنة الجاية، أو هصومها لمدة 5 سنين، أو يبقى ده اسمه نذر. لا، هنا بقى الصيام بتاع عشر ذي الحجة أصبح واجب عليه. أصبح إيه؟ واجب عليه. ليه؟ لأنه أوجبه على نفسه، هي قربة لله لم تجب بأصل الشرع، دي النذر، فالإنسان أوجبه على نفسه بهذا النذر. يبقى قلت أنا لله علي أن أصوم عشر ذي الحجة، يبقى لازم أصوم. يبقى كده لازم إيه؟ أصوم. لله علي أن شفى الله مريضة هصوم عشر ذي الحجة، يبقى لازم أصوم. يبقى الصيام أصبح واجب إمتى؟ لو أنا أوجبته على نفسي بالنذر. طب افرض هي سنة من السنين مش قادر أصوم، مرضت، أو واحد كبر في السن خلاص كان جاي هصوم لمدة 10 سنين، وجا في السنوات الأخيرة ما عادش قادر، كبر في السن، أو واحدة كبرت في السن، أو واحد مريض، أو أي عذر. في الحالة دي يعمل إيه؟ ما الصيام واجب عليه. يبقى هنا يكفر كفارة النذر. يكفر إيه؟ كفارة النذر. وكفارة النذر هي إيه يا حبايبي؟ هي كفارة اليمين، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة اليمين. يبقى أنا أكفر كفارة النذر، أعمل إيه؟ أطعم 10 مساكين. طبعا ما عادش موجود عتق الرقبة، هندخل في الموضوع على طول. اطعم 10 مساكين أو كسوتهم. يبقى يعني أشوف 10 كده مساكين، أجيب لهم أكل يكفيهم، أو أجيب لهم كسوة، ما يسمى كسوة. ده بفرض مش قادر، مش معايا فلوس، يبقى هبدأ إنني أنزل للمرحلة الأخيرة اللي هي صيام 3 أيام. صيام كام؟ 3 أيام. طب هل يشترط التتابع في الصوم؟ لازم أصوم ال3 أيام ورا بعض؟ لا، ممكن أصوم يوم النهاردة، أصوم يوم بعد شوية، أصوم يوم بعد شوية، وهكذا. يبقى إذن الإنسان مش واجب عليه إن هو يصوم 10 أيام ذي الحجة، لكن يستحب إن هو يصوم. ليه؟ لأن هي عمل صالح من ضمن الأعمال الصالحة. طالما يقدر يصوم ومش هيعطل أي مصلحة، ولا هيعطل أي منشأة، ولا هيعطل نفسه، ولا هيضر أي حد، ولا هيضر جسمه، ولا يلحق به مشقة ولا أي شيء. يبقى عادي، عايز يصوم يصوم، ده مستحب يعني. طيب افرض بقى واحد نذر، يبقى أصبح الصيام واجب عليه. طب افرض ما قدرش يوفي، هيكفر كفارة النذر زي ما احنا قلنا: طعام 10 مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وأحبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.